النهارده هنعمل مع بعض رز الصياديه بتاع السمك اللي هو الرز البني. اول حاجه معاه معلقتين من الزيت وبصلايه مقطعه مكعبات، اسيبها لغايه ما تفتحي معايا كده. بعد كده هتصفر وتبقى بالشكل ده، وبعدين تغمقي معايا تبقى بني فاتح، وبعدين هناخد منها اللون البني الغامق كده. هننزل عليها بالتركايه المهمه جدا اللي هتديله طعم، هي معلقه صلصه الطماطم زي ما انت شايفه كده. هنقلبها كويس مع البصل، وبعد كده هننزل عليها بالمية. لكل كوباية رز مصري كوباية مية. هننزل بالملح والكمون والفلفل الأسمر، هنقلبهم ونسيبهم يغلوا لغاية ما يغلوا كده على النار. بعد ما يغلوا هنبدأ نعين منهم البصل عشان ما يبانش في الرز، يبقى شكله ايه مش حلو. هو طعم الرز في البصل فيها يبقى طعمه تحفة طبعا. بعد كده هننزل بالرز كده وهنقلبه ونسيبه لغاية ما يغلي ويبدأ يتشرب. بعد ما يتشرب هنوطي عليه النار لغاية ما يتشرب خالص، وهيطلع معانا رز مفلفل جميل جدا، وبقى احلى رز صيادية ممكن تاكليه وبألف هنا.